يعني اذا دعوه الاستاذ احمد مرتضى منصور لقت استجابه من اللي بيحبوا الزمالك بجد. لكن الطمعانين في الكرسي من جماعه عبد مشتاق وجماعه البنطلون الاصفر وجماعه العشيره السوداء، لان هم جماعات كتير، هم اللي مش عاوزين يمد ايديهم، هم اللي شغالين صفحاتهم تشتم فينا للصبح. يا كريم انا قفلت تليفوني بتشتم للصبح. بعيد انك صعبت عليا انك بتتشتم للصبح، بس بصراحه يا استاذ عبد الشافي انت بما انك راجل كبير يعني وانا بحترمك بصراحه، انت محتاج تتفرج على الكلام اللي انت بتقوله ده. ما انت طبيعي تتشتم يا استاذ عبد الشافي، طبيعي بعد اللي انت بتقوله والتطبيل ده تتشتم من كل جماهير مصر مش من جمهور نادي الزمالك بس. وبعدين ثواني، هم مين جماعه البنطلون الاصفر دول؟ والله مين؟ انا مش قلت لك الفتره الثانيه دي في الفيديو هتبقى كوميديه؟ استحمل بقى الضحك اللي جاي. بيقول لك جماعه البنطلون الاصفر وجماعه العشيره السوداء. هم مين؟ احنا في سبيس تون هنا ولا فين بالظبط؟ السلام عليكم اصدقائي، اهلا بكم في فيديو جديد. كالعاده شكرا على الدعم المستمر، وشكرا لكل واحد بيدعمنا بكومنت او بكلمه حلوه تشجعنا وتخلينا نكمل. النهارده معانا فيديو سريع كده عباره عن فقرتين. الفقره الاولى هنتكلم فيها بجد، والفقره الثانيه هي فقره كوميديه للضحك بس. الفقره الاولى هنتكلم فيها عن مدرب كره اليد بنادي الزمالك اللي طلع على قناه الكاس القطريه وقال تصريحات خطيره بعد نهايه المباراه بفوز الزمالك في البطوله العربيه. فيلا بينا نسمع المدرب قال ايه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. عشان بس تعرفوا ان فرقتنا رجاله ويستحملوا كتير. مفيش اي فرقه في العالم تستحمل اللي احنا فيه ده. احنا لغايه دلوقتي ما دفعتش فلوس الاشتراك، وكنت ممكن ما العبش النهارده. الاداره مش واقفه مع الفرقه، ولا ماديا ولا معنويا، ولا حد عارف عننا اي حاجه لغايه دلوقتي. انا في لعيبه عاوز ادخلها مع البطوله زي كريم هنداوي، لسه ما دفعتلوش الفلوس عشان احول له. لعيب تاني اشول لسه ما دفعتلوش فلوس. لعيبه ما خدتش فلوس، جهاز ما بياخدش فلوس. لولا الجمهور اول مباراه انا ما كنتش لحقت المباراه. حجزوا لنا الرياض واحنا المفروض ننزل الدمام، جينا 5 ساعات لقيت الجمهور جايب اتوبيس على حسابه واكل اللعيبه ومساندنا 5 ساعات لغايه ما جابونا هنا الساعه 12. لعبنا الماتش الساعه 1. ليه كل ده؟ اداره عشوائيه، مفيش اداره. انا عارف ان انا هطلع البطوله بتاريخ كذا، كان المفروض يحجز طيران، يحجز فلوس، والفلوس بتاعت الاشتراك البطوله. انا لغايه دلوقتي ما دفعتش فلوس الاشتراك. لو ما دفعتش فلوس الاشتراك مش هلعب المباراه اللي جايه. مرتضى منصور مش رئيس النادي دلوقتي، ابنه هو اللي رئيس النادي دلوقتي. بس هو ده ما فيش حد بيساند. لو بيساندوا كانوا حجزوا للعيبه دي طيران، بدل ما اجي الشحط واتبهدل على دفعتين. اللي يركب من برج العرب واللي يركب من القاهره ينزل الرياض واللي يركب من برج العرب ينزل الدمام. انهي فرقه تيجي مفككه نصها جاي ونصها ما جاش؟ كان في كلام انه في جايين طياره خاصه. طياره خاصه؟ اللي عاوز يكذب يكذب، انا ما بكذبش وما بخافش من اي حد في الاداره. طيب ماذا بعد هذا انا ان شاء الله ربنا يكرمنا وكسبت البطوله او خسرت، انا مش مكمل مع الفرقه في وجود اداره مش ملتزمه مع الفريق. مبدئيا الفيديو مش محتاج تعليق مني، الفيديو واضح وكل كلمه فيه متقاله في مكانها ومحسوبه كويس، والمدرب عارف هو بيقول ايه. وطبعا هو انفجر وقال التصريحات دي لانه في ضغوط بقاله فتره كبيره، لان نادي الزمالك المؤسسه الحكوميه الكبيره، لان نادي الزمالك ده ما تنساش ان هو نادي دوله مش نادي خاص بمرتضى منصور وولاده. في كميه التخبطات الاداريه اللي بيمر بيها نادي الزمالك الفتره الاخيره ملخصها في الفيديو ده. طبعا ده مدرب زملكاوي مش اهلاوي ولا مزقوق ولا اي حاجه من دي. الراجل طلع وما خافش من اي حد وما خافش من اي حاجه، وطلع قال الحقيقه علشان يصدم بيها الجميع وعلشان يخرس بيها الجميع. بس هل قناه نادي الزمالك اللي بتطبل لمرتضى منصور وولاده بس هتطلع تدافع عن المدرب وتنصفه؟ يلا بينا نشوف. نرحب سريعا باستاذ احمد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. استاذ احمد برحب بيك، اهلا وسهلا بيك في زملكاوي. تحياتي وتحيات استاذ محمد رجب، استاذ عبد الشافي صادق، استاذ ماجد غراب. تحياتي يا كريم وتحياتي للاستاذ ماجد والاستاذ محمد والاستاذ عبد الشافي. شكرا. عايز ابارك لك طبعا على ضمان التاهل، وده تكليل النهارده فريق اليد بيتاهل، وده تكليل لمجهودكم، مجهود اللي انتوا الجهد الكبير اللي انتوا بذلتوه. لكن للاسف برضو بعض التصريحات يعني ما كناش نتمنى ان هي تكون في التوقيت ده. اخد رايك طبعا في هذه الازمه سريعا استاذ احمد. وقبل يا استاذ كريم يا ابو لغد ما تاخد رايه، لازم اعرفك ان هو ابو لغد زيك، وطبعا ده مش تنمر مني، دي حقيقه مطلقه. فيا استاذ كريم لازم اعلق على نقطتين انت قلتهم. اولا انت قلت ان هو رئيس نادي الزمالك. هل احمد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك؟ لا، مش رئيس نادي الزمالك، محدش انتخبه ولا هو جاي بالتعيين، فهو ليه رئيس نادي الزمالك؟ محدش يعرف. طيب تاني نقطه انت طرحتها وبتقول له مبروك على الفوز، وده تكليل لمجهودكم الفتره الاخيره.
هو احمد مرتضى منصور وامير مرتضى منصور ليهم مجهود في نادي الزمالك؟ ليهم صح؟ تعالى كده معايا اوريك مجهودهم والفتره الاخيره هم بيعملوا ايه. طبعا لو ما خدتش بالك من الفيديو ده بيلخص لك حال نادي الزمالك. امير مرتضى منصور واحمد مرتضى منصور سايبين النادي عايش في كميه تخبطات مش طبيعيه، النادي كل يوم بينهار عن اليوم اللي قبله، والاستاذ امير مرتضى منصور واخد البوديجارد بتوعه وداخل يسمع فيلم في السينما. انت متخيل الروقان؟ متخيل الناس دي عايشه فين؟ وتيجي تقول لي نادي الزمالك ودافع عن الكيان يا عم مرتضى منصور واولاده يا عم دول في حته تانية. انت مين انت عشان تتكلم عنهم ولا عشان تنتقدهم؟ احنا هنا بنطبل لمرتضى منصور واولاده بس. فعلى ما اظن المجهود واضح. ها يلا نكمل ونشوف الاستاذ احمد هيقول ايه. يعني انا مش من انصار ان انا اعمل كل يوم، لكن طبعا سريعا كده، يمكن ماجد كان بيقول لك لما الخساره بتيجي بيوجهوا السهام للمجلس. لا الجديد بقى لما المكسب بيجي بيوجهوا السهام للمجلس برضه. لا حضرتك انت مسافر بفلوس نادي الزمالك. وجايب اللبس بفلوس نادي الزمالك، وراكب العربيه بفلوس نادي الزمالك، وواصل المطار بفلوس نادي الزمالك، وقاعد في الاوتيل على حساب نادي الزمالك، وقاعد في الطياره على حساب نادي الزمالك. طب هو كله نادي الزمالك اللي دافع، وحضرتك فاهم غلط. حضرتك قبل ما تسافر واخد فلوس، حضرتك قبل ما تسافر فلوس اللعيبه واخده فلوس، حضرتك قبل ما تسافر في ناس اصرت تاخد فلوس قبل ما تسافر. بدون توضيح انا مش هتكلم كتير، لان انا شايف ان منصب رئيس النادي المفروض ما اتكلمش على مدرب ولا لاعب ولا عضو مجلس اداره. طبعا هنا زي ما انت شفت هو مش عارف يرد ومش عارف يقول ايه، لان التصريحات صادمه وناريه وفاضحه ليهم كله، للمجلس كله، من اول مرتضى منصور اللي هو بيمثل ان هو متنحى عن الكرسي ومقعد ابنه مكانه وقاعد بالتليفون وبالاوامر يعمل اللي هو عاوزه كانه في النادي بالظبط. فاحمد مرتضى منصور مش لاقي مبررات او لاقي حاجه يقولها، فقال لك ايه؟ انا كرئيس نادي الزمالك مش دوري ان اطلع ارد على المدرب، كل واحد ليه اختصاصه. طبعا ده هروب من المسؤوليه وعدم وضوح يا استاذ احمد، لانك مش زي بابا بالظبط. ما انت لو زي بابا بالظبط كنت طلعت اقلت المدرب دلوقتي وعملت الهيصه اللي مرتضى منصور كان بيعملها، لكن انت مش زي بابا بالظبط. كريم، عاوز اوجه سؤال بس للساده المشاهدين وللناس تعرف الحقيقه. من الذي حل مشكله فريق كره اليد اللي مسافر السعوديه؟ مجلس الاداره. مجلس الاداره ومرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور مد ايده من غير ما حد يقول له. ما قالهمش والله انا هاجي النادي عشان كذا، من غير ما حد يقول له. حجز الطيران تم في 6 ساعات. توفير لكل حاجه، الفلوس بتاعت اللعيبه. النهارده لما يطلع حماد عبد الباري يقول اتحول لنا امبارح 20000 دولار والنهارده 20000 دولار، مين دي؟ فلوس الزمالك. بس مين اللي عمل ده؟ مرتضى منصور ومجلس الاداره. مرتضى منصور اللي طوعيا قال انا بعيد عن المشهد، طوعيا بعيد عن المشهد عشان مصلحه نادي الزمالك. طبعا كالعاده كميه كذب وتضليل من الاستاذ عبد الشافي مش طبيعيه، فمحتاجين بس نوضح كام نقطه كده لو مش هتعبك يا استاذ عبد الشافي. اول نقطه بتقول ان مرتضى منصور طواعيه بيدير نادي الزمالك من بره، وهو اللي مسفر البعثه وهو اللي حجز لهم الطيران من فلوس نادي الزمالك. طبعا يا استاذ عبد الشافي انا عاوز اسالك سؤال، ازاي واحد ايا كان هو مين بره نادي الزمالك يتحكم في نادي الزمالك ويمسك فلوس نادي الزمالك بايده؟ ده سؤال مهم محتاج اجابه، لان دي بالنسبه لي مشكله، ان واحد خارج نادي الزمالك مرتضى منصور او غيره وهو اللي ماسك فلوس نادي الزمالك وماسك خزنه نادي الزمالك وهو اللي بيصفر وبيحجز طيران، دي مشكله. دي اول نقطه. تاني نقطه، انت بتقول ان هم تحول لهم 40000 دولار. انت متاكد ان بعثه نادي الزمالك للمدرب لسه مأكد لنا ان الجماهير هي اللي نقلت اللعيبه على حسابها، وان الجماهير هي اللي جابت اكل للعيبه على حسابها، ان اللعيبه دي وصل لهم 40000 دولار؟ عاوزني انا اصدق الكلام ده بعد المدرب نفسه ما طلع قال التصريحات دي؟ دي تاني نقطه. اخر نقطه، هو برضه مصمم ياكد ان مرتضى منصور تنحى عن الكرسي علشان مصلحه نادي الزمالك. انت لسه قايل من شويه ان هو اللي بيدير نادي الزمالك وهو اللي مصفر البعثه، فمنين هو تنحى ومنين هو اللي مصفر البعثه وبيدير النادي؟ انتوا فهمونا. يعني اذا دعوه الاستاذ احمد مرتضى منصور لقت استجابه من اللي بيحبوا الزمالك بجد، لكن الطمعانين في الكرسي من جماعه عبد مشتاق وجماعه البنطلون الاصفر وجماعه العشيره السوداء، لان هم جماعات كتير، هم اللي مش عاوزين يمد ايديهم، هم اللي شغالين صفحاتهم تشتم فينا للصبح. يا كريم انا قفلت تليفوني،
بتشتم للصبح. بعيد انك صعبت عليا انك بتتشتم للصبح، بس بصراحه يا استاذ عبد الشافي انت بما انك راجل كبير يعني وانا بحترمك بصراحه، انت محتاج تتفرج على الكلام اللي انت بتقوله ده. ما انت طبيعي تتشتم يا استاذ عبد الشافي، طبيعي بعد اللي انت بتقوله والتطبيل ده تتشتم من كل جماهير مصر مش من جمهور نادي الزمالك بس. وبعدين ثواني، هم مين جماعه البنطلون الاصفر دول؟ والله مين؟ انا مش قلت لك الفتره الثانيه دي في الفيديو هتبقى كوميديه؟ استحمل بقى الضحك اللي جاي. بيقول لك جماعه البنطلون الاصفر وجماعه العشيره السوداء. هم مين؟ احنا في سبيس تون هنا ولا فين بالظبط؟ انا بحيي احمد مرتضى، وحتى النهارده في حاجه قالها احمد مرتضى لازم توقف عندها، لما قال انا مش هطلع اتكلم على حد اتكلم على الزمالك هو موجود في الجهاز، ولكن في مشرف عام على اللعبه هو اللي هيتخذ القرار. ايه عظمه الديمقراطيه دي؟ ايه ده؟ ايه توزيع الادوار؟ ايه توزيع المهام؟ وهو قائم باعمال رئيس النادي، لكن وزع الادوار، كل واحد يقوم بدوره. لكن وزع الادوار. طيب ماشي، الادوار لما تتوزع بقى والشتيمه تتوزع يعني انت هتاخد نصيبك. ها انت طالع تطبل لاحمد مرتضى منصور علشان بس قال ان مش من مهام رئيس النادي انه يعلق على كل قرار؟ يعني ده بالنسبه لك اعجاز يعني في الاداره ولا ايه؟ ده انت هتاخد شتيمه. اصبر بس عليا. يعني انا لما بقول انا زملكاوي يا كريم، انا وانا من عندي 9 سنين كنت بحرم نفسي من المصروف بتاع المدرسه وامشي من الشرابيه ل 100 عقبه، وكل ده وانا شايل ال3 ساغ بتوع التذكره اللي هخش بيها الماتش. ما بجيبش سندوتش عشان اقعد اتفرج على الزمالك. حاج محمد رجب، ايه الصعبانيات دي؟ احط لك موسيقى حزينه وانت بتقولها؟ انت ليه حسستنا بالفقر والبؤس والجوع كده؟ ما تاكل يا عم سندوتش يا عم وتركب، ما تمشيش يا سيدي، وبعدين اتفرج على الزمالك في البيت. طالما ما معكش اتفرج على النادي بتاعك في البيت. انت نسيت ان الكوره لعبه ترفيهيه؟ من كتر الحماسه للتطبيل نسيت ان الكوره اصلا لعبه ترفيهيه؟ نسيت؟ طب كمل. لغايه لما بقيت في الجامعه برضو كنت بحرم نفسي واخدها مشي. طول عمري بمشي من الشرابيه ل 100 عقبه عشان اتفرج على الزمالك وعشان اشجع واسقف واهتف. نعم. انا مش ملياردير زيك يا استاذ ممدوح عباس. استنى بس قبل ما ممدوح عباس وتاخدني طريق ملوش اخر. عارف انت الفيديو ده ينطبق عليه كلمه ايه؟ فاكر انت الممثل اللي كان بيقول انا كنت بحرم نفسي من العشاء عشان تستعشي؟ انا كنت بحرم نفسي من الغطا عشان تستغطي؟ اهو ده التعليق اللي ينطبق على الفيديو ده. انا ما اعرفش الراجل ده بيقول كده ازاي. هو بيخاطب اهني عقول ممكن تصدق الكلام ده. ولو فعلا الكلام ده صح، ده ملوش علاقه خالص بالانتماء يا حاج محمد رجب. ملوش علاقه خالص. انت راجل حاج يعني. زملكاوي ايه؟ ده انا النهارده لو الزمالك قال لي ادي الجاكيت اللي عليك ده وهروح عريان هديله الجاكيت اللي عليا. الزملكاوي يا عم انا قلت لك امبارح الست ام كلثوم قالت اثبت لي انت الاخلاص وانا ضحي مهما قسيت. فينك يا ممدوح يا عباس من الزمالك؟ لا اهدى بس كده قبل ما تردح والدنيا ترفع منك قوي. الزمالك لو قال لك تقلع الجاكيت وتروح مالطا هتعمل كده؟ انا انصحك بما انك راجل كبير اخاف عليك من البرد ما تعملش كده. ما تقلقش، الزمالك عنده جواكت كتير وعنده ناس كتير تطلع تطبل احسن من التطبيل بتاعك ده. انا بقول انت تاخد الجاكيت بتاعك وتروح. بعد اللي انت بتقوله ده، لا خد الجاكيت. الزمالك مش عاوز الجاكيت، خد الجاكيت وروح يا حاج محمد، انت راجل كبير في السن وانا خايف عليك. ايه بقى اللي عملته لنادي الزمالك تقول لي زملكاوي؟ زملكاوي ايه يا عم؟ زملكاوي ايه؟ الزملكاوي ده ليها دليل وليها اثبات. ها؟ زي احمد عيد عبد الملك وزي ده وزي ده وزي ده وزي ده. عيب عليكم قرفتونا. قال لك عيب عليكم قرفتونا. انا ما اعرفش انا بضحك ليه وهل انا الوحيد اللي بضحك، بس انا شايف الموضوع كوميدي قوي. فالمهم لو وصلت لحد هنا وضحكت زي ما انا ضحكت، ايا كان بقى ضحكت عليه او ضحكت عليا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان نوصل 10000 في اقرب وقت. وما تنساش تكتب لي رايك تحت في الكومنتات. اشوفك في فيديو جديد. سلام.